السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل لكم الرز المعمر بطريقة سهلة وبسيطة. مش هتاخد معاكم 10 دقايق. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. دلوقتي المكونات: 3 كوبايات رز مصري مغسول مش منقوع، كيلو حليب، كوبايتين زبادي، معلقة ملح، معلقة سكر، و3 معالق قشطة. أول حاجة هندهن الصينية معلقة سمنة بلدي وهنحط عليها الرز وهنضيف عليها الملح والسكر، وبعدين هنحط كيلو الحليب عليها. طبعا يفضل يكون حليب بلدي. وبعدين هنحط كوبايتين الزبادي، هنفكك كل كوباية وهنبتدي نوزعها على وش الصينية. بتدي طريان حلو قوي قوي للصينية. وبعدين هنحط 3 معالق قشطة، هنبتدي نوزعهم برضو على وش الصينية. ديت هنسيبها ساعة، مش هندخلها الفرن دلوقتي خالص. بعد ساعة لازم يتنقع كويس في الحليب. بعد ساعة هندخلها في أرضية الفرن، الأرضية. وبعد كده أما يتشمع وتلاقيه اتشرب نحطه على الشبكة في النص عشان يدي وش ويكمل سوا. دي نتيجته، بيطلع تحفة ما شاء الله في منتهى الجمال. بصوا الرز مفلفل وحلو جدا.